لحد لما بنتجوز. اول ما بندخل البيت وتبدا اول مشكله تحصل ما بيننا، ايا كانت ايه هي المشكله، سواء من الراجل او من الست، ونفكر ان احنا لا، ده احنا مش هينفع نكمل. الطبيعي في اي حته في العالم ان هم بيبداوا يقولوا لهم ايه، لا 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 معلش كده، في فتره بتتحط عشان خاطر تنسقوا حياتكم وتقعدوا فتره تتفقوا هتعملوا ايه في اولادكم. احنا الكلام ده مش موجود عندنا في مصر. احنا عندنا اول ما تصحى الصبح لو هي قامت الزوجه ملهاش مزاج النهارده تشوف، وقررت ان ملهاش هي مزاج ايه يا تستغنى استاذ احمد؟ ملهاش مزاج لايه؟ ملهاش مزاج تشوفه في البيت، اه عايزه تستغنى عنه لاي سبب كان. مين قال كده؟ بس هي دول ملايكه. هي سواء، مين قال لا كده؟ ثواني بس، سواء هي غلطانه او مش غلطانه. انا ما بقولش لحضرتك ان الراجل صح او الست صح، انا بقول في قرار انفصال حصل. كويس؟ طيب انا دلوقتي قرار انفصال سواء نابع مني او نابع منها، في الحالتين انا بره البيت. في الحالتين انا فقدت اولادي، في الحالتين انا فقدت مرتبي، في الحالتين انا مش هعرف اربي الولاد اللي طالعه دي. الولاد دي هتبقى اسما شايله اسمي، فعليا انا ماليش علاقه بيهم. ده الواقع، وانا ما بكلمش حضرتك بكلام نظري، انا بكلم حضرتك من واقع ارقام طالعه من المركز البحوث الجنائيه والاجتماعيه التابع لوزاره التضامن. طيب النقطه الثانيه، يعني ايه سترونج اندبندنت وومن؟ خليني بس كده اشرحها ببساطه واختصار. سترونج، ما فيش حد فينا يحب ان تبقى مراته او امه او اخته ضعيفه. كلنا بنحب ان احنا نستقوى بالمراه القويه وتبقى في ظهري زي ما انا في ظهرها. طبعا. لكن لما اقف في حته ان مراتي بتستقوى عليا بالقانون تخليني مش قادر اربي ولادي، يبقى مع الف 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 سلامه. طب حضرتك معايا ان بعد ما بنوصل لمرحله الانفصال انت بتطلق ولادك مع مراتك؟ لا، ولا مش معايا في الموضوع ده؟ مش مظبوط، لان انا اصلا ماليش بتطلقهم ماديا يا فندم، بتطلقهم ماديا يا استاذ احمد. لا لا لا، مين اللي قال الكلام ده؟ الزوجه بترفع على الراجل، ومش عايز ابقى بقول كلام مستهلك، 15 قضيه، في حين ان انا ماليش غير حاجه واحده بس، ارفع روحي والموضوع انتهى. هي بترفع عليا 15 قضيه وانا برفع روحي وانت بتستأنف في الموضوع. اشكرك يا استاذ احمد، ردي على الكلام ده. حضرتك بتكلميني على احكام، لا انا عايزه استاذه هبه بس ترد على الموضوع ده. اتفضلي حضرتك. اولا انا معاه طبعا اني مش كل، زي ما فيش مش كل الرجاله ملايكه ومش كل الستات ملايكه. يعني هو فعلا بيبقى فيه كده وفيه كده، بس النسبه الاكبر دايما الست هي يعني عايزه تعيش. النسبه الاكبر دي منين يا فندم؟ جبتي الرقم ده منين؟ لا، من احصائيات ان كل إيه هو الإحصائية؟ ان الست، بص انا هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه يا استاذ احمد. الست دايما بنسبه 95% من الست عايزه تعيش وتستحمل عشان تربي اولادها. طالما في اولاد لا موجوده الإحصائية. مش كل قاعده عامه، اكيد في شواذ. زي ما في رجاله الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء مش كلامنا احنا، قال ايه؟ ان 83% من الطلاقات في المحكمه اللي بيطلبها الست مش الراجل.